سلام. اليوم غادي نهضروا على واحد القانون خطير في مدونة الشغل، المادة 395، اللي ممكن تضيع عليك الحقوق ديالك إلا ما رديتيش ليها البال. هاد المادة كتقول أن أي حق عندك مع المشغل ديالك في القطاع الخاص عندك مهلة ديال 2 عام فقط باش تطالب به. إلا دازت 2 عام من نهار تستحق داك الحق وما طالبتيش به، صافي داك الحق كيمشي لك بالتقادم أو لا بريسكريبسيون. نعطيو مثال بسيط وواضح. الكونجي ديالك أو لو كونجي ديال سنة 2022، إلا وصلت سنة 2025 وانت مازال ما طالبتيش به رسميا، صافي ضاع عليك، ما بقاش عندك الحق فيه قانونيا. نفس الشيء كينطبق على لا بريم دونسيانتي أو أي مستحقات مالية أخرى. والحل ماشي هو الهضرة الشفوية، لأنها ما عندها حتى شي قيمة. الحل هو تخلي أثر مكتوب، خاصك دير طلب مكتوب وتصيفطو بغلات الريكوموندي افيك اكوزي دو ريسبسيون، أو تدفعو مباشرة للشركة وتاخد كاشي أو ان اكوزي دو ريسبسيون. هاد الإجراء هو الوحيد اللي كيحبس العداد ديال عامين وكيرجعو للزيرو، وهكا كتحمي الحق ديالك. وللحالات اللي كتطلب استشارة خاصة ومعمقة، يمكن لكم تلتحقوا بالفضاء الاستشاري الخاص ديالنا، فين الخبراء كيجاوبوا على جميع أسئلتكم. يكفي تحليو تعليق بكلمة نيكس، أو تواصلوا معنا مباشرة في الخاص عبر رسالة، والفريق ديالنا غادي يتواصل معكم. ردوا البال لحقوقكم وتبارك الله عليكم.